النهارده باذن الله هتكلم عن حاجه بسيطه بتفرق قوي معانا في انتاج الزغاليل وفي صحتها وفي حجمها. حاجه رخيصه مش غاليه بنستخدمها مع الزغاليل، عشان بس ان لو كان في بكتيريا اتصابت فيها في اي وقت، اتنقلت من الحمام الكبير، اتنقلت من الارضيه، اتنقلت من الجو، فبنحاول نتخلص منها. مساء الجمال على كل اخواتي وحبايبي في كل مكان، اتمنى يا رب جميعا تكونوا بافضل حال. في بدايه الفيديو بس نقول بسم الله ما شاء الله، عشان النهارده هنعرض زغاليل وهنقول استخداماتها وسنها ايه والكلام ده. الاستخدام الحاجه اللي هنعملها قصدي معاها النهارده يعني، ونشوف ايه بتفرق معانا في ايه. ده زغلول عمره دلوقتي يعني 12 يوم او 13 يوم. الزغلول ده لو احنا سيبناه، بص في ناس بتفضل تنتج يعني بتشتغل الحمام عامه بالشغل اللي هو عشوائي. الزغلول يطلع زي الفل خلاص تمام، ولا استخدم معاه حاجه والاكل وخلاص على كده، وتمر الموضوع بسلام. ممكن عيش والتاني ويمر كويس قوي، بس بنيجي ساعات في النص نلاقي مثلا زغلول وصل لسن معين وبعد كده ما رضاش يحول، يعني ما رضاش ما يكبرش عن كده ويثبت، وبالعكس يبتدي يخس. وطالما ابتدى يخس بيبتدي الزغلول يطلع طالما ضعيف حتى لو كان نوعه ايه. لو عايز اقول لكم اغلى حمامه في العالم طالعه صحتها وحشه وطالعه خاسه، حتى لو كانت حمامه زينه هتطلع ملهاش شكل وملهاش سعر. لو وبالعكس بقى، يعني لو جبنا فرد يكون مثلا رومي، هنقول في الحاجه اللي هي تعتبر اسعار رخيصه مش عاليه، وطالع حاجه مستواها كويس وحجمها حلو، بنبص كده نلاقي شكلها تفرح. انا مش عايز اقول بلدي، بس حتى البلدي لما تبقى طالع صحته كويسه بتبقى يعني ايه، بتبقى حاجه كده مشرفه بالنسبه للواحد، ان حتى لما يبص لها يحس ان هو ناجح في هوايته اللي هو بيهواها يعني، او هو بيمارسها. المهم ده زغلول في السن ده سيستم احنا بنمشي عليه، ما بنشتغلش عشوائي وما بنسيبش حاجه للظروف. انا باجي في السن زي ده بستخدم مع الزغلول زي ده، بستخدم معاه اي حاجه مطهر معوي. تمام. زي مثلا بستخدم حاليا، هقول لكم السن ده وهقول لكم في سن تاني بالظبط انا بكرر معاه الجرعه تاني. اللي بستخدمه معاه بستخدم مطهر معوي. كنا طبعا بنستخدم فلاجيل اقراص، وبنقسمها كمان. طيب هنركب بس الزغلول ده، وهقول لكم برضو السن. بستخدم في الفلاجيل الاقراص في السن ده عمر 12 13 يوم، بدي الزغلول ده ربع قرص بس 250. طيب في برضو حاجه اقول لكم عليها بالنسبه للفلاجيل، هو ناقص اليومين دول يعني كتير قوي مننا مش هيلاقيه، انا مش عارف هينزل تاني ولا في صيدلات فيها، وممكن يكون مثلا اماكن معينه ما فيهاش. المهم انا النهارده برضو جبت لكم بديل هقول لكم عليه، استخدمته ونفس الماده الفعاله وبيظبط معانا الكلام. المهم احنا بنستخدم مع الزغلول زي ده، بنستخدم ليه مطهر معوي. بنقول عشوائي بتمشي الدنيا في عش وعشين وساعات حاجه بتعطل. احنا بنحتاج نتاكد ان هو الحصله بتاعته نظيفه، مفيش اي بكتيريا او مثلا مش عايز اقول فيروسات، لان الحاجات الفلاجيل مش بيقضي على فيروسات، بس انا بتكلم على بكتيريا مثلا ميكروبات اتنقلت من الارض، من الميه، من الاهالي. فطبعا الكلام ده لو اتصاب بيه الزغلول ممكن يكون حامل البكتيريا دي او الميكروب، ولسه ما ظهرش عليه، بيظهر عليه في سن معين. يعني في كلنا عارفين ان في مثلا مرض معين يظهر في سن وما يظهرش في سن تاني. فدايما نلاقي الامراض بتظهر في الزغاليل بعد العمر ده، اللي هو مثلا عمر 15 يوم 20 يوم. انا باجي على عمر 12 يوم 13 يوم وبدي ربع قرص لمده 3 ايام، ربع قرص لمده 3 ايام بس. اوريكم بقى السن التاني اللي انا بستخدم فيه الفلاجيل او المطهر اللي انا هقول لكم عليه البديل النهارده. ده السن التاني اللي انا هتكلم عنه النهارده، اللي هو بندي فيه. ده زغلول، الزغلول ده صايم طبعا، بسم الله ما شاء الله. الزغلول ده من الحاجات اللي محببه عند الناس. الزغلول ده لاحم جامبو من الحاجات الكبيره. ده لسه زغلول طبعا، مش هقدر اسيبه عشان ده عمر دلوقتي مثلا 40 يوم او حاجه. فده السن التاني اللي انا بدي فيه الفلاجيل، ان هو خلاص اعتمد 100% على نفسه، معتمد مثلا ما برضاش اديه اول ما بعزله على طول، عشان انا ما بحبش اي حاجه لما باجي افطم مثلا. خليكم ان انا فطمت على 30 يوم، ما اجيش وانا في 30 يوم اروح ادي الفلاجيل. ليه؟ لان الحمام انا ببقى عايزه يدوس في الاكل، مش عايز اي حاجه تعطله. وكفايه تغيير الفطام، يعني كفايه ان هو الصدم بالفطام ان هو مفيش اهالي بتاكله، وهيبتدي هو هياكل وحديه، فما اجيش انا ازود عليه واديله علاجات وكده.
فبسيبه يعتمد 100%. تمام، يبتدي بقى خلاص هيدخل. انا دلوقتي هنقله من مصطبة الزغاليل اللي هي زي دي، هيدخل بقى في مكان ايه؟ الشباب، اللي هو العمر ده. تمام، ده حتى فيه لو احنا بصينا كويس هنلاقي لسه فيه ريش اصفر باين اهو، حاجات خفيفه قوي. هو لسه ما جابش ال 40 يوم قوي، يعني هنقول مثلا 38 ولا حاجه. المهم بدي في السن ده برضو 3/4 فلاجيل. هقول لكم برضو سن، يعني هوريكم تاني حاجه مثلا عشان نعرف برضو الناس اللي هي ما بتحسبش باليوم بالظبط زي حالاتنا تقدر تحدد من شكل تاني السن اللي انا بديله. ده برضو زغلول تاني بس ده يفرق، ده مالتي حاجات الجميله. ده زغلول يا جماعه لسه في عمر برضو ال 40 يوم او حاجه. ده زغلول وشكله ايه؟ شكله طالع طيره. طبعا كل الناس هتكلمني الطيره اللي كنت ماسكها في ايدك للبيع والكلام ده مش للبيع. ما بعرضش حاجه للبيع النهارده بنتكلم بس عن حاجه تفيد الناس بعيده عن البيع والشراء. حاجه بتفرق قوي مع اي حد بيفرخ. اي حد، الست اللي في بيتها اللي عندها جوزين بلدي وبتفرخ منهم عشان تذبح لاولادها، يفرق قوي معاها ان تطلع زغلول كويس وصحته كويسه ويتذبح يبقى طبيعي. لكن لو الحاجه خست وعصفرت كده وعضمت بتبقى ملهاش لازمه. فمثلا ادي ده سن تاني، احنا برضو بنيجي بندي فيه 3/4 الفلاجيل. خليكم برضو معانا. برضو السن ده اللي انا هبتدي ده المفروض الحمام ده يطلع من المصطبة ويروح للمكان اللي هو هيشب فيه. طبعا الحمام ده ايه يعني؟ مش الماسكه بس زي ما حضراتكم شايفين هو ولا بيتمسك. يعني انا مفيش غير الاكل اخره. بصوا التاني كمان هنا، بص دي كلها زغاليل. طبعا ده مش حمام زينة فضربه بيوجع يعني. المهم نلعب بعدين خلاص يا عم. طيب احنا دلوقتي مفيش فلاجيل، قلنا هنبدله بايه؟ هنبدل الفلاجيل بحاجة اسمها امريزول. امريزول شكله كده، ده امريزول برضه 250 نفس المادة الفعالة، والشركة برضه اللي بتعمله وشركة كويسة فبيظبط معانا. بنقسم عشان برضه للناس اللي هي تقول الربع صغير، احنا بنقسمه بالشكل ده ارباع للوقايه. تمام. طبعا الفلاجيل او الامريزول بيدخل في علاجات كتير زي من اولهم الكانكر واي امراض معويه بنبدا معاها بفلاجيل. تمام، يعني فتحنا بق فرد لقينا ريحته وحشه نديله فلاجيل. بس طبعا بندي للعلاج نص قرص للزغلول وقرص، يعني بتكلم عن 250، نص قرص للزغلول، والحمامه الكبيره قرص برضه 250. ده في حاله العلاج. لكن في حاله الوقايه بندي ربع بس، وللكبير بندي نص. تمام. طبعا الفلاجيل احنا ما بنقدرش نستغنى عنه في الفرخ، وفي علاجات كتيره برضه ما بنقدرش نستغنى عنه. وده كان فيديو سريع، ما ننساش اللايك عشان الفايده تعم. وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو، واستنونا باذن الله في فيديو جديد. السلام عليكم.